السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على الحبيب مصطفى عليه الصلاة والسلام. مرحبا بكم المتتبعين ديالي، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. واليوم ان شاء الله كاين فيديو زوين بزاف بزاف، نتمنى ان شاء الله تفرجوا فيه حتى الاخر وتستافدوا بزاف ديال الحوايج غيكونوا في هذا الفيديو زوينين. نتمنى ان شاء الله يعجبكم وتشوفوا شويه الطبيعه، نشوفوا بزاف ديال الحوايج. اللي عجبوا المحتوى ديالي فمرحبا به، يدير الاشتراك وفعل الجرس باش يوصلوا اي حاجه جديده. وان شاء الله ديما كاين الجديد، غيبقاو معنا المشاهدين ديالي. اليوم ان شاء الله غادي نمشيو للباديه، ومن الباديه غادي نشوفوا غنشوفوا الطبيعه ونشوفوا شويه الارانب وشويه ديال الدجاج، ونشوفوا الهنديه، المشكل ديال الهنديه اللي هذيك الحشره نوريها لكم ديال الهنديه، نوريكم الاعشاب، نوريكم بزاف ديال الحوايج كاينه في الباديه. ومن بعد ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه ديال السمن، السمن البلدي الحار القديم اللي كيصوبوه، وشنو هي الماده اللي كيزيدوا فيها باش كيولي حار في 3 ايام وكيجي زوين بزاف. وغادي نوريكم السمن حتى هو. غير بقاو معنا المهم المتتبعين ديالي حتى الاخر ان شاء الله. كما قلت لكم هذا الفيديو ان شاء الله فيه فوائد كثيره وفيه بزاف ديال الحوايج، ومن قلب الطبيعه ومن قلب جبال الاطلس المتوسط، ايمو الزركندر، تحت من ايمو الزركندر. غادي نوريكم ايمو الزركندر حتى هو من الفوق، نوريكم الجبال ديال ايمو الزركندر. داكشي زوين بزاف بزاف، غيبقاو معنا. هاد الفيديو بصراحه غيجيكم شويه طويل ولكن رائع، غيبقاو معنا ان شاء الله. نمشيو ان شاء الله على بركه الله. هذا هو السمن كما قلت لكم، راه غادي نوريكم الطريقه ديال السمن، لان دابا شحال من واحد كيدير السمن ولكن ما كيصدقش ليه. السمن راه ضروري خصكم ديروا الكليله. الكليله هي واحد حتى هي راني دخلتها هنا، الكليره حتى هي راه دخلتها الطريقه كيفاش غتصاوبوها، وساهل هادشي، كلشي ساهل وكلشي من قلب الباديه. وهادشي من الناس اللي كانوا كيصاوبوا هادشي، الناس الكبار. الصراحه راه شوف خصنا نستافدوا، الا لقينا الناس الكبار نستافدوا منهم، جبدوا معلومات ديال الطبخ ديالهم، كيفاش كانوا كيطبخوا وكيفاش كانوا كيحافظوا على الحوايج زوينه وعلى هاد السمن بحال هكا. كيفاش كانوا كيصاوبوا بزاف ديال الحوايج. دابا ان شاء الله غادي نمشيو ان شاء الله نبدا نمشيو في الطريق. غادي نمشيو في الطريق ان شاء الله ديال بين فاس وايمو الزار، وغادي ندورو على واحد الطريق اخرى اللي كيقولوا لها طريق الحاجب. ملي كنوصلوا للغولف كاينه طريق كنكملوا ليمو الزار ويفران، وكاينه طريق كنمشيو على اليمن اللي فيها طريق الحاجب. ربما شي واحد يجي من سميتو من شي بلاصه وما عارفش. هذه هي الطريق، بسم الله على بركه الله. هذه هي ان شاء الله الطريق. حنا دابا طلعنا من فاس وغادي نمشيو. هادو هما الجبال ديال ايموزار ملي كنبداو حدا الغولف. كما قلت لكم اي واحد داز من هنا راه غادي يعرف البلاصه. هذه طريق ديال فاس و ايموزار. غيوصل لهاد الرومبا هذه، انا نوريها لكم. غادي يعرف البلاصه، وكل شيء كيدوز من هنا، اللي مشى للرباط او اللي مشى لكازا او لا، حيت لو دروت كتخرج من هنا من هاد البلاصه. هذه الطريق ديال ايموزار كما قلت لكم. طريق رائعه وزوينه بزاف بزاف. عرفتي راه باش نقول لكم الجو صافي مع الشتي كنضربات، ما نعرفش لكم واحد الاجواء رائعه بزاف. كما قلت لكم هذا هو الغولف، هذه هي رومبا. صافي دابا غندوروا على الغولف، الباب ديال الغولف هذاك. من هنا كنكملوا نيشان ليموزار، وهاد الجهه كاين هنايا الحاجب، عين شكاك، مكناس. من هنا عاوتاني كاينه طريق اللي كتدي للحاجب ومكناس، وطريق زوينه حتى هي فيها مناظر رائعه. صافي حنا مشينا دزنا على هذه في العروبيه اللي غادي ندخلوا ليها. اراضي زوينه بزاف ومصوبه، وكاين الناس اللي شاريين الاراضي وتصوبوا ديورو كيرتاحوا، حيت قريبه منطقه قريبه لفاس بزاف. بين فاس وهاد المنطقه 25 كيلومتر تقريبا اللي كاينه. ماشي كبيره، ماشي زعما المسا كثيره الطريق. صافي وحنا دابا غادي ندخلوا المنطقه. هذه منطقه ديالي انا، المنطقه ديال العائله ديالي وكل شيء. هذه عين شقاق، كيقولوا لها منطقه عين شقاق. هنا غادي ندخلوا.
وهاد عين شقاق يعني كاين هنا الدواور اللي كاين ايت عياش، كاين ايت بوفتين، كاين وهاد المناطق جايه يعني النص كاين هنايا والنص كاين في ميدلت، باش تعرفوا بان الناس د ميدلت راه مقسومين، كاين الناس اللي باقا في ميدلت والناس هبطوا من هنايا. يعني حتى هادي راه واحد القصه طويله في الصراحه، من بعد ان شاء الله شي نهار نعاود لكم عليها كيفاش الناس بصراحه جات لهنايا. ايوا دابا صافي غادي ندورو على قرابين دابا يعني للدار، غادي نمشيو من هنايا. هادو هنايا الناس تفاس شاريين هنا كيما قلت لكم، بزاف الناس شاريين غير بحال دابا شاريين 1000 متر وهذا وصافي، ودايرين ليه دايرين الدويره وكيبقاو يطلعوا مره كيطلعوا. صافي دابا غادي ندخلوا سميتو للدار، وغادي نوريكم هذاك الشيء الصراحه زوين. وهادو هما الجبال اللي قلت لكم ديال ايموزار، هما هادو الجبال ديال ايموزار. يعني ايموزار كنظر هاد الشيء تحت منه، عين شكاكرة تحت منه، اللي كيعرفوا موزار وعين شكاكرة هما كيعرفوا، الناس ديال المنطقه هنا راه كيعرفوا. صافي دابا كيما قلت لكم ندخلوا تشوفوا الطبيعه. الشتاء راه ضربت الشتا شي شويه، الدنيا خضرت بعدا غير شي شويه، وما كانت شاحبه بصراحه. والزيتون حتى هو شراب. يعني ملي كتخرجوا للباديه الهواء ديال الباديه رائع بزاف، يعني زوين. هذا هو كيما نقول لكم، لان انا راني يلاه دابا 4 سنين سكنت هنا في فاس. ولكني انا يعني عائلتي كلشي في كازا، راجلي عائلته في كازا، كلشي في كازا، الدراري زادوا في كازا، كلشي في كازا ولكن كازا صافي خنقاتنا يعني بالصداع والصحه ديال الواحد ما بقاتش قادره باش هذاك بدلنا. والحمد لله حتى فاس زوين ارتحينا فيه بزاف. وزعما اللي لقى شي بلاصه فين يمشي يرتاح من غير اللي ما عندوش العمل، يعني مشدود بالعمل، عنده غير العمل ديالو خاص، ممكن يمشي لشي اي بلاصه كيرتاح فيها. صافي حنا دابا دخلنا المزرعه. بصراحه المزرعه راه عرفتي شنو الجريحه هنا والبرد ما خلات حتى حاجه تطلع. عرفتي هنا دابا هادشي اللي كتشوفوا كله هنا كانت جلبانه، كان سميتو كانت القرعه الخضراء، جات غير نهار واحد الجريحه كلشي ضرباتهم، ما بقى حتى حاجه مزيانه. ايوا صافي حنا وصلنا، هذه واحد الكليبه كنا ربيناها. ايوا سميتو صغيره، قلنا حنا محال واش تعيش، ما شاء الله هي كاينه هنايا. صوبوا ليها ديك واحد البليصه ديالها زوينه، يعني فاش كتكون. انا ان شاء الله نوريها لكم. دابا غادي نمشيو نوريكم الارنوبات. بصراحه كانوا عندي الارانب، كانوا عندنا بزاف ديال الارانب، ولكن من بعد عرفتي شنو، ماتوا، ما عرفتش علاش ماتوا. بقاو غير شي حاجه قليله اللي بقات. صافي دابا غادي نحيدهم، ما غاديش غنحيدوهم حيت كيموتوا بلا ما نخليهم. من بعد نقدر ندير لهم بلاصه ديالهم بوحدهم همايا. كيبغيوهم غير الوليدات كيعجبوهم هما، زعما ماشي لشي حاجه. بقاو غير هادو دابا هما اللي بقاو. صافي، ولكن قلت لي صافي غير حيدهم يبيعهم للسيد، قلت لها عافاك ديهم بيعهم، لان اصلا البرد وما تيصدقوش، يعني كاين اللي كيصدقوا ليه الارانب وكاين اللي ما كيصدقوش، هذاك الشيء على حسب يعني كيفاش واش كتعرف ليهم ولا ما كتعرفش ليهم. بزاف ديال الحوايج كاين عندهم، وتا هما خاصهم الفاكسان، الا وحده ما دارتش الفاكسان راه الاخرى كلها كتمرض. الا درتو الفاكسان غير الوحده ما كيمرضوش الاخرين، سبحان الله العظيم. وهما زوينين الصراحه. هذا ما عرفتش الذكر ولا الانثى، كاين واحد بيض وواحد هذا شريناهم بجوج. وما هذا ما عرفتش الذكر ولا الانثى، انا ما كنعرفش هادشي. السيد اللي هو اللي تيعرف هادشي اللي معنا هو اللي كيعرف هادشي، انا ما كنعرفوش الصراحه. باش نقول لكم انا راه رغم هادشي ما عنديش، زعما ما كنعرفش بزاف الحوايج، الدجاج ولا هادشي ما كنعرفش. كاين هنا الدجاج. الصراحه الدجاجات هما هادو ديال هاد الناس اللي معانا، لان ما قالت لي عافاك خليهم ليا هذا، قلت لها ماشي مشكل، صوبت ليهم. انا ما عنديش الدجاج، ما كنت درتو صافي ما كيبيتش ليا وحيدته. والسيده قالت لك راه كانوا عندي في الدار وخصني نجيبهم، قلت لها صافي صوبي لهم بلاصه وجيبوهم. صافي هي جابتهم دابا هنايا، هي مقابلاهم ديالها هادو. ما ديالها يعني ماشي، ما احنا ما عندناش كما قلت لكم. صافي دابا غير وريتكم انا شويه دجيجات باش تشوفوهم ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يبارك ليها. ومن بعد غادي نمشي نوريكم سميتو يعني المزرعه، نوريكم ان شاء الله هذيك الاعشاب. ودوروا شويه شوفوا شويه الطبيعه معنا، بحال اللي نتوما هنا يعني معنا في الطبيعه. كما قلت لكم هادشي كيخلي الواحد يتنفس ملي كيخرج للباديه، هادشي اللي ما نقول لكم. صافي احنا مشينا المشيشه الصغيره،
شوف كترحب بكم. يا ما شاء الله عليها، راه عرفتي كي دايرة زوينة تبارك الله. صافي دابا غنمشيو، واحد الدجاجة خرجت لهنايا ما عرفت كي دارت خرجت. إيوا دابا غادي نمشيو نشوفو راه هنا كان عندي النعناع زوين، هنا كان ديال العبدي، ولكن تبدلات عليه الأرض. أنا جبتو من التربيضة هذا العبدي، ولكن تبدلات عليه الأرض ولا حار بزاف بلا قياس، يعني ما بقاش طبيعي كما كان. صافي نقلناه دابا، راه نقلنا غير نقلنا هذاك سميتو هذاك هذاك الآخر، النعناع العادي نقلناه لواحد البلاصة أخرى. من بعد إن شاء الله راه غادي يعني نقادو ليه هذاك الشيء كله مزيان. هذه هي الهندية، هذه كانت عند الوالد. الصراحة ديال الوالد عيينا ما نداويو فيها، ولكني تفرطات الصراحة، غير تفرطات. شتو كي كتكون هاد الشيء، هاد الحشرة هذه كتبقى غير شوية شوية حتى كتولي فيها سميتو، ولكن إن شاء الله غنعالجوها بإذن الله شهر جوج. اللي بغى يعالج هاد الهندية عنده يعالج في نص شهر جوج حتى لشهر ثلاثة. يعني هذه هي الوقيته اللي كتكون كتبيض. هذه الوقيته خصنا نحيدو ليها الصوفه ديالها، يعني هذيك الصوفه اللي كتكون، وعاد نبقاو عاد نبقاو نضربوها بالماء ونخليوها حتى تنشف ونديروا لها الدواء باش تحيد منها الصوفه، حيت الصوفه هي اللي كتكالي عليها هذيك سميتو. شتوها انا نوريكم كي دايره، راه دايره بحال شي صوفه ديال، يعني بحال القطن. شوفوا ها نتوما، شوفوا دابا ملي كديروا لها بحال هكا كتطلق الدم ديالها. هو هذا كيقولوا بان هذا كيصوبوا به هذاك الشيء ديال الملون ديال الحلويات. هادشي اللي سمعت انا، ما عرفتش بصح ولا لا. اللي عنده شي كومونتير يقول لي، انا هادشي غير كنسمع. شتو كي دايره، يعني راه كتخرج على الهنديه بصراحه. عرفتي راه قاومت ديال الوالد حتى عييت، ولكن في التالي فرط فيها. راه 3 سنين وحنا يعني الصراحه كنقادوها وكل شيء، وما ساليناش باش نطلعوا، بقات بحال هكاك تماتت. دابا راه حولتها لهنايا، حولت هادو جبتهم هنايا انايا زرعتهم. وكاين عاوتاني وحده جبتها في الصراحه من الطريق ديال وحده نوريها لكم دابا. جبتها من شفشاون، راه في الطريق ديال شفشاون، او عندي الباكاج وكل شيء في الطوموبيل، وجمعت حيدتهم. وهي هذه ديال شفشاون، هي هذه ديال الطريق ديال شفشاون، وحيدتها غير في الطريق ودرتها فوق. المهم وصلتها وزرعتها دابا الحمد لله ما شاء الله راه شدات. غادي ندير ليها بصراحه الاخرى، غنديروا لها الدواء باش تبقى مزيانه، حيت زوينه هي بزاف كتعجبني انا. يعني في الصيف في الصباح كتبقى تحيد، وغنمشيو بها كامله من هاد الجهه هذه. مازال قلت للسيد عافاك زيدها من هنا وسير دور عاوتاني مع الجهه الاخرى، نديروها كثيره ونبقى نرشوها، نديروا لها غير الدواء ديالها ويكون خير ان شاء الله. هذا الخرشف عرفتي راه السمره ما خلات حتى شي حاجه. هذا ازير كنحيدو صراحه، ازير راه كنحيدو انا كندير سميتو كنطيب به. كنديرو في لاصوص طوماط، في بزاف ديال الحوايج كيدار. هذا راه زوين بزاف، يعني الا كان عندكم تبقاو طيبوا به، ولا غليوه بحال هكا وديروه مع اتاي. يعني راه حتى الشريب راه زوين. صافي انا نوريكم هذا الورد البلدي، حتى هو زرعته في الصراحه. هذا الورد البلدي كنت باغا نمشي معاه مع السلك كله، ولكن ما كانش الصراحه، ما كاينش اللي كيقابل لك. راه تيبقى هذا الشيء قليل الناس اللي كتقابل، والله الا قليل بحال هاد الناس بصراحه مزيانين الله يعمرها دار. مازال قابلوا شويه ولات الدنيا شويه خضراء، ومن قبل ما كانش، غير كتخلي المزرعه الواحد ما عارف ما يدير فيها، كيخلي كلشي محروق. هاد الشيبه حتى هي راه كانوا خلاوها محروقه وكل شيء، عاد جاو سقاو هاد الناس وقادوها وداك الشيء. اي والله يجازيهم بخير، كل واحد تيخدم على بنيته، راه ربي تيعطيه. وهذا الشيء كلنا كنستافدوا منه في الصراحه، كل شيء كيستافد. هما تيستافدوا وحنا كنستافدوا، كل شيء اللي بغى شي حاجه راه كياخذها. ايوا صافي دابا انا نحيد شويه ديال الشيبه، حيدت شويه ازير وشويه الشيبه. دابا هذا الوقت ديال الشتاء راه كيكون هذا الشيء يعني زوين في الصراحه. ملي كتجي تاخذ الاعشاب ديالك بيدك، راه شي حاجه بيو، ماشي فيه لا دواء لا والو. ها هما راه زرعتهم يلا ولاو شادين شي شويه، وكاين حتى الخرشف حتى هما راه زارعينه في الجنب. صافي دابا غادي نمشيو. هذيك اللويزه حتى هي اللويزه السمراء ما كتخليهاش، هي هذه. ومن كاينه هنايا السلميه. بصراحه السلميه عرفتي ما كاينش اللي كيشربها، كتبقى هنا حتى كيحيدوها كيلوحوها ما بزاف، حيت ما شاء الله كتسرح هي. صافي غادي نمشيو عاوتاني نوريكم الزعتر. كاين هنا شيبه اخرى تاني، هذه ماشي بلديه، هذه حاره بزاف. اللي كيبغي يعني الروميه، راه الروميه هذيك. دابا غادي نمشيو نوريكم الزعتر. راني درناه غير في الارض ما شاء الله عرفتي. راه طلع زوين بزاف. ها حنا دابا هبطنا من الفوق تما وجينا. هاد المشيشه ما عرفت شنو شمات تما، انا نشوف شنو شمات، حيت راه كنخاف انه يكون شي حنش ولا شي حاجه. راه كتعرفوا الباديه هنا المناطق راه كاين فيهم
يعني الحنوشه ضروري خصو يكون المشاش، لأن المشاش راه يعني بصراحة راه شي حاجة خاصها تكون في المزرعة أولا في البادية، يعني البادية أنا كنهضر على البادية. صافي ها نتوما هنا كان عندي النحل الفوق هنايا، ساعة حولتو راني ديتو لداخل. صافي بالنسبة للنحل راه كندخل أنا مرة كندخل النحل، حيت راه زوين بزاف، بالنسبة للناس اللي مراضين، راه ممكن كيتعقم الواحد وكيدخل النحل هداك الهوا ديالو كتعقم بحال اللي كتقوي المناعة. هذا هو الزعتر، هذا هو الزعتر جبته مني موزّار. كاين واحد السيد عنده يعني البيبينيير كبيرة. مشيت شريت من عنده، شرينا من عنده البرقوق وشرينا من عنده هاد سميتو هاد يعني هاد الزعتر. وما شاء الله كيمشي غير مع الأرض، ماشي كيطوال ولكن كيمشي مع الأرض. الأعشاب زوينة بزاف، اللي عنده شوية غير شوية الأرض يدير الأعشاب ديالو لراسو، يدير الخزامة، يدير الشيح. أنا باقي ما درتش الصراحة لا خزامة لا شيح لا والو، باقي درت غير هاد الشي، وقلت إن شاء الله هاد العام عاد نزيدو عاوتاني واحد شوية. المهم كتبقى تنوّع شوية بشوية، حيت باش تزرع كلشي في دقة واحدة راه صعيبة وماشي ساهل. والفلاحة ما بقاتش الفلاحة كيما كانت في الصراحة، الفلاحة راه هرسوهم مالين الفلاحة الصراحة بزاف، كلشي غالي كلشي. وملي كيجيو هما يشريو من عندك هنا راه كيشريو بوالو، راه كيجي واحد كيشري ما هز ما حط وكيشري من عندك. في المثل داروا البطاطا في المثل، البطاطا راه ما كتوصلش حتى النص ديال داك الثمن اللي كيكون في السوق، النص ديالو ما كياخدوهش من عندك. اش نقول لكم، الفلاح راه واكل الشحط صراحه نقولها لكم. راه شي واحد يبدا يقول لينا راه الفلاح اللي مغلي، راه ما كاين لا فلاح مغلي لا والو. حتى انا كنت كنقول بحال هكا ملي جيت درنا الفلاحه وعرفت شنو قيمه الفلاحه، عاد باش عرفت بان راه الفلاح راه واكل الشحط. الفلاح راه هو كيمشي يشري الدواء ويشري في المثل البطاطا وينقشها ويدير لها الدواء ويشد الخدامه وكل شيء، ويجي واحد ما هز ما حط، يجي واحد سمسار ما هز ما حط كيشريها من عنده بنص الثمن وكيمشي يديها للسوق يبيعها بالثمن اللي بغا هوايا. راه بصراحة كاين الفوضى، والله إلا الفوضى. حنا دابا مشينا، هنايا كان زارعين شوية ديال الفت هنا وزارعين شوية ديال، والله إلا بعد الخطرات كيطلع ليا الدم. أنا دابا عاد وليت عرفت، راه كنت في كازا كنمشي نشري الحاجة ونمشي في حالاتي، ولكن منين ولينا درنا الفلاحة وعرفت شنو هي الفلاحة، عاد عرفت بأن الفلاح راه هو اللي مقسوم ليه ضهرو، راه تا واحد ما مقسوم ليه ضهرو من غير الفلاح. لأن إلا مشى الفلاح راه مشات الماكلة مشى كلشي. أنا هاد الشي اللي كنقول. وعمر شي واحد، شحال من واحد كنشوفو في لي كومونتير كيبقاو يقولوا واه هاد الفلاحة راه مغليين الوقت. راه ما كاينش الفلاح مغلي الوقت، انا نقولها لك. بغيتي الفلاحه باش تعرفها، الفلاح واش اجي حضر ليه باش تعرف، زرعها وسقيها وكل شيء، وكاين اللي كيكري الماء باش يديرها. وديك الساعه شوف واش غاليه ولا ما غالياش. واش غادي نقول لكم، الله يكون في العوان. هما الفلاح مساكن البسطاء راه ما عندهمش، انا نقول لكم. ايوا دابا راه كيما قلت لكم غنمشي نشوف شت لهي اللفت، ما بانش ليا هذيك اللفت يعني مزيانه. صافي وغادي نشوف هنايا. بنتي عرفتي راه غير سمحوا لينا على التصويره المشاهدين ديالي، راه بنتي عرفتي راه ما كنقول لها زعما شدي باش تصوري، كتزعز عليا وكتمشي كنقول لها بعدي غير خليك بعيده، غير باش تسجد لي غير الصوره على الاقل ديال سميتو ديال نحيدو شي حاجه تشوفوها ولا. انا حيد غير اللفت، راه كاينه لفت بانت ليا مزيانه، حيت الخيزو ديجا كانوا حيدوه ما بقاش. بان ليا ملي حيت واحد شويه، نتوما غنشوفوا حيت واحد شويه جاني صغير. غنشوفوا هنا واش نلقاو، حيت دابا اللفت كتكون مخلطه، كتكون وحده غليظه شاده بلاصه بوحده، وكاينه وحده رقيقه اللي كتكون يلاه يعني سميتو ها هي شتو كي دايره اللفت ما شاء الله. عرفتي زوينه زوينه بزاف. غير هو خصكم يعني خصك تبقاي تقلبي عليها حتى تلقايها. شو ما شاء الله، ما شاء الله عرفتي داكشي زوين تبارك الله. أنا كيعجبني بصراحة نجي للمزرعة وندي الخضرة وندي هاد الشي، يعني شي حاجة زوينة. كاين ما شاء الله كاين كلشي موجود، يعني كاينة الزريعة، كاين الأرض، الماء، كلشي كاين، يعني تبارك الله. غير الواحد خصو يخدم على راسو. أنا كنصح أي واحد عنده مشى خدم عند شي ناس أولا، يعني راه ضروري كيمشيو الفيرمات، ولكن عافاكم خدموا بالنية، خدموا الناس راه كيعطيوكم أمانة، ديال هذيك الأمانة كيخليها ليكم، تيقول لكم غير خدموا غير ديروا شي حاجة زعما. ولكن يعني ما كاينش، راه عرفتي شنو، راه ما تتلقايش مع من. ولكن الحمد لله بعد مع هاد الصبر الطويل كطيح في شي ناس يكونوا مزيانين، راه ماشي كلشي بحال. يعني كاينين الناس من بعد كطيحي في ناس مزيانين. صافي دابا نحيت خيزو ساعة جاني رقيق شي شوية. وديجا كاين عندي، غير بغيت نحيدو نوريه لكم المشاهدين ديالي. دابا صافي غادي نشوف واش كاين شي حاجة نتوما غتشوفوا. صافي غادي نمشي ناخد سميتو ناخد حتى القزبر، راه كاين القزبر هنايا، نشوفو هنايا.
نشوفو راه كاين دابا هاد الشي كيتقلبوا، كنبداو نقلبوا غير شوية شوية باش ها هو شتو ولكني صغيور. غادي نديه صافي ماشي مشكل. صافي نمشي نحيد شوية ديال القزبر، كاين المعدنوس كاين القزبر. هي أرض إلا كانت عندك واحد الطرف د الأرض راه زوينة وعندك الما، راه ممكن دير الخضرة ديالك لراسك، ودير النعناع ديالك كلشي داك الشي ديالك، يعني الأعشاب، دير الحليب البقرات وداك الشي يعني دير الغنم غير لراسك ماشي زعما. بالنسبة للبيع راه خص راس المال، يعني الواحد إلا عنده البلاصة راه ضروري خصو راس المال. صافي حنا ما شاء الله شوفوا القزبر عرفتي، هادشي كلشي اللي كتشوفوه كله بيو، ما فيه لا دوا لا حتى شي حاجة، كلشي كنستعملوا الأسمدة ديال الحيوانات يعني الغبار، هادشي اللي كنديروا صافي. دابا هنا وقت الشجر صافي راه الشجر طيح، يعني الورق، ما شاء الله حتى تولي تكون الورق وداك الشي نوريكم عاوتاني الدنيا خضراء بإذن الله. كيما قلت لكم نشوفوا واحد الليمونات، هاد الليمونات سبحان الله العظيم. شنو نقول لكم، من نهار اللي زرعناهم ما عمرو ولدوا. ما شاء الله هاد العام راه ولدوا، حتى الرمان حتى هو ولد شي حاجة. هذا الليمون النافل هذا، أولا ديال العصير، هذا ديال العصير، عرفتي راه زوين بزاف ما شاء الله. وواحد الريحة راه عرفتي حتى هو طبيعي، راه ما تنديروش الدوا لهاد الشي كامل، ما كنديروش ليه الدوا. وصافي غير كنسقيو ونديرو ليه يعني الماء ديالو المسائل صافي ديك الغبار ولا شي حاجة صافي. إيوا شتو الشجر كلّه مطيح دابا صافي هاد الوقيتة كيكون الشجر مطيح وكيكون حتى الأرض يعني كيكون ناعس، هو صافي كيكون ناعس. وبالنسبة للجريحة ما كتخليش، هذه الفصة اللي في الأرض اللي كتشوفوا هنا ديال 5 سنين راه كتكون هي كتصبر ديال 5 سنين، ولكن هاد الجريحة راه دايرة بحال الزاج، راه ملي تجيبوا طروفة ديال الزاج كيجيبوهم، راه عرفتي راه قاصح واحد البرد قاصح بزاف. وخصوصا المنطقة هنا، المنطقة راه ديال هنا معروفة يعني ديال إيمو الزركندر فيها هادشي يعني يعني قاصح بزاف. هادي صوبهم هاد السيد هذا اللي معنا، صوب هاد الخيمات الكليبات يعني باش يكونوا باش يتغطاو من البرد الصراحة. راه كيما قلت لكم راه شوف سبحان الله العظيم راه كل واحد تيعمل، دابا هاد الناس هادو راه ماشي كيعملوا على حساب المادة ولا شي حاجة، لا كيعملوا على حساب قال لك كيقولوا لي أنا الحيوانات راه هما أولى على كل شيء، وكل واحد كيفاش الضمير ديالو داير. هادو المشيشات كيما قلت لكم، هاد المشيشات راه ضروري خصهم يكونوا، بعد خصها يكونوا الحناش وداك الشيء باش ما يطلعوش لكم الطيور، غير ديروا المشاش، عرفتي راه مهمين بزاف المشاش. هذه الكليبة الأخرى حتى هي صوب ليها البلاصة ديالها ودار لها خريشة باش تبقى تبات، لأن كاين بزاف البرد قاصح. إيوا هذا هو الفيديو ديال اليوم، المشاهدين ديالي. مازال إن شاء الله نكمّلوا حيت غادي نطلعوا للفوق، راه كدير ما شاء الله، هي كدير واحد المسمّن تبارك الله ما شاء الله، عرفتي راه شنو نقول لكم هاد صحاب البادية راك عجيبين، كدير واحد المسمّن غزال. شي نهار غادي نصور الطريقة كيفاش صوباتو الصراحة ونشاركها معكم المشاهدين ديالي. إلا بغيتو المسمّن ديالها عافاكم غير قولوا لي، عاد تبارك الله ما نعاودش لكم، راه هاداك الشي راه بسيط ولكن راه داك الشي المذاق وداك الشي زوين بزاف. غير غير إن شاء الله ملي تبغيو قولوا لي غير في الكومونتير. أنا طلعت دابا الفوق، شوفوا هنايا إيمو الزركندر راه هو هاد يعني شوفوا دابا راه صافي طيح الشجر كيما قلت لكم، الكرمة هادو الكرمات. الناس دابا حارتين، هادو جيراننا حارتين. دابا تشوفوا الفوق هذا كاين مشماش، كاين بزاف راه الفوق كيما قلت لكم هو إيمو الزركندر، هاد الجبال اللي شفتو هنا هما إيمو الزركندر، ملي كيكون في الليل الضو كيبان لينا مشعول فيه، يعني المدينة كلها كتبان. هذا هو المسمن غزال تبارك الله ما شاء الله. إيوا وأتاي وما نعاودش لكم كنتلاقاو مع كاينين الناس تلاقينا بهم تما، بصراحة جاو عندهم وتلاقينا بهم عاد راه بقينا حتى الليل وعاد نضحكوا ونعاودوا داك الشي د العروبية وداك الشي. باش قلت لكم راه الوقت الصراحة صعيبة بزاف ومزيرة وبزاف ديال الحوايج، ولكن تتلقى واحد المتنفس لواحد اللي كيمشي للبادية بحال هكا، وكيلقى الناس اللي كترحب بيه والناس اللي يعني اللي تبغيه ولا شي حاجة، ولكن يعني حتى الإنسان خصو يكون كيبغي الناس أخرين، ماشي يتنفّخ ولا راه عمركم ما تنفّخوا، عمركم ما لأن كلنا بحال. لا الناس اللي كيخدموا عندكم لا نتوما تعاملوا معاهم إلا كانوا الناس يستحقوا، ولكن إلا كانوا الناس اللي هُما ما تيديروش خدمتهم عاوتاني حاجة أخرى. يعني الناس اللي كيستحقوا، الناس اللي مزيانين وكل شي راه كاينين الناس اللي مزيانين،
هادشي اللي نقول لكم. إيوا مشينا كيما قلت لكم، رجعنا في الليل، رجعنا مع شي 9 واقيلا د الليل. هُما حتى هُما كاينين هنا في فاس، هاد الناس اللي كانوا تما. صافي وهبطنا كاملين، هُما هبطوا هُما الأولين وتبعناهم حنايا. صافي وجينا. إيوا وجيت وأنا عندي سميتو السمن خصني نصوبو، وصوبت الكليلة. بالنسبة للكليلة هاد اللبن، كتاخدو اللبن يعني شحال ما عندكم كتخليوه حتى كيحماض، يعني يدوز واحد اليومين ولا 3 أيام حتى يبدا يحماض. وغديروه في الطنجرة، تكبوه في الطنجرة وتشعلوا عليه العافية. يعني تشعلوا عليه البوطة وتخليوه، وتخليوه حتى كيبدا يغلى. دابا راه هو كيطلع كيما كديروه نتوما في، يعني كديروه كيغلى كيسخن، راه هو كيطلع بحال هكا، كيبدا يعني كيبدا بحال اللي كيبان لكم بحال الجبن. هو راه سبحان الله العظيم من بعد غادي يولي بحال سميتو، غيولي من بعد ما غيطيب غتخليوه يغلى، تخليوه مزيان يغلى. غيبان لكم غير الماء طالع الفوق، ولكن زعما ما تقولوش لا ما كاينش، راه من بعد غيهبط لكم لتحت. انا دابا شتو انا كنحركو غير باش ما يلصقش ليا، كنقلبو غير في الجناب، كنلقاه مازال، غير نقصو عليه العافيه. ما تخليوش العافيه مجهده بزاف عليه. واحد شويه العافيه بتكون بينه وبين، وصافي وخليوه. من بعد ما غيبان لكم حتى كيبدا يعني يبدا كيغلى. هذيك الساعه غادي انا نوريكم الطريقه. انا دابا راني شعلت عليه وخليت، يعني طولت شويه الفيديو باش تشوفوا الطريقه كيفاش غادي نصوبوها. هاد الكليله هادي راه مفيدة للناس اللي ما عندهاش القوة، يعني الصباح ما كيقدرش ينوض، فيه السخفة، فيه بزاف ديال العيا. هادي راه زوينة للقلب، وبزاف بزاف مزيانة للصحة. أنا جربتها، ما شاء الله غزالة بزاف. يعني اللبن كيشيط لينا ما تلوحوش، اللبن اللي كيشيط لكم ديروا به الكليلة وفطروا به، ديروه نيت هذيك الساعة، ديروه بحال الفرomاج وكولوه. ما بغيتوش ديروا به السمن ممكن. انا دابا راه غادي نوريكم من بعد ما غندير به السمن، غادي نخليه غنديرو في لي باط، كيدير بحال الفروماج اللي كيتسمى بورموزان ولا ما عرفت بحال هاد الشكل هكا. راه كيتباع غالي في لي سوبر مارشي الكبار. هو اللي غادي نخليه من بعد ما نكون في المثل طيبت لي باط او لازان او شي حاجه غنديرها معاهم. راه هاد يعني هاد الفوائد ديال هاد الشيء. شو شحال ديال المعلومات اللي هي كيكون عندنا اللبن، كيكون عندنا بزاف ديال الحوايج وما كنعرفوش هاد الشيء ديال، يعني ما كنعرفوش حنا هاد المعلومات. ولكن اللي يعرف شي معلومه مزيانه يعطيها للناس، يعني بصراحه راه صدقه جاريه، ماشي نقول لا غنحتفظ بها، لان داك الشيء كيبقى. هادشي دابا كيعطيوه لك الناس، انت كتعطيه والناس اخرين غيجيو من وراك غادي ياخذوه وهي غاديه. هادشي راه زوين بزاف للصحه كما قلت لكم. صافي ها هو بدا بحال اللي بدا كيغلى بحال هكا. ومن بعد ان شاء الله غادي نوريكم حتى السمن. يعني انا دابا فاش درت اللبن بصراحه كان عندي الراي بزاف، ودرت الجبن اللي بغيتو، يعني راه درت الجبن به وشاط ليا مخطو، حيت الزبده وحيت سميتو هاد اللبن. المهم هاد الحليب اللي كان عندي كله درت ليه هاد الطريقه هادي. وبالنسبه للجبن اللي بغيتو طريقه الجبن كاينه في القناه، راه ساهل. بالنسبه للجبن غتخليوه حتى يروب، وديروه في الزيف ديال حياتي وتخليوه حتى يقطر، وتبقاو تعصروه واحد اليومين في الثلاجه. تبقاو تبدلوا ليه الماء، ماشي تبدلوا، تحيدوا الماء وتعصروا داك الزيف، يعني تعصروه حتى كيولي جبن. الطريقه كاينه في القناه، غير دخلوا غتلقاو الجبن، ديروا غير الجبن غتلقاو. راني حاطه فيه دايره الدوم تحس منه. كما قلت لكم انا كيعجبني الباديه، كتعجبني بزاف هذاك الشيء ديال الباديه. كيعجبني هذاك الاجواء وداك الشيء، والافكار راه كاينه غير في الباديه، يعني كتاخذ شي حويجات زوينين اللي حنا دابا مشتاقين ليها باش نشوفوها. المهم الا بغيتو الجبن غتدخلوا راه غتلقاوه. نتسناو البن، يعني هاد البن ديالنا حتى يغلى مزيان، باش يعطينا هذيك يعني يبقى غير هذاك غير الماء. غادي يبان لكم الماء غير من الفوق، ولكن هذاك الماء حتى هو راه ما تلوحوش المتتبعين ديالي، ما تلوحوش. هذاك راه كنعجنوا به الخبز، راه مفيد بزاف بزاف. ديروه في شي سوبيره ولا ديروه في شي بلاصه وخليوه في الثلاجه. ملي تبقاو تعجنوا الخبز سخنوه وتبقاو تعجنوا به الخبز، راه رائع ومفيد للمصارن. هادشي اللي كنقول لكم، هادشي كله بكتيريا نافعه وزوينه بزاف للمصارن حيت الانسان دابا مابقاش كيستهلك هادشي. داكشي علاش ولا بنادم المصارن ديالو كيضروه بزاف. ولكن ملي كترجع تبحث، يعني يبحث الواحد في التراث، يبحث الواحد في هادشي ديال الاجبان والالبان. علاش الاوروبيين هما تيحتفظوا بهادشي ديالهم، ديال الجبان وديال الفرomاج وديال هاد الكليله، راه كيصاوبوه هما بطريقه اخرى.
راه كاينه عندهم هي ديك بارموزان ولا سميتو هاد الفرomage هكا شي واقيلا اللي سميتو، راه كانوا هما كان راه هي هذيك الكليله اللي كتشوفوا، يعني راه كيتباع في لي سوبر مارشي كيما قلت لكم قبيله، راه غالي بزاف، راه غير شي شويه ما عاد تيدير شي 30 درهم. ايوا دابا نمشيو نشوفوا اللبن ديالنا. صافي ها هو اللبن، كما قلت لكم هاد الماء ما تلوحوش، هاد الماء راه مفيد، عجنوا به. صافي دابا غادي نصفيه. بالنسبه للتصفيه غادي نحيدو في الاول هاد الماء باش حيت هو راه دابا راه هاد سميتو هاد الكليله راه دايره بحال السميده، يعني راه رقيقه. ممكن نحيدو غير بشويه هذاك، نخليوه بعدا منين يطيب، منين يطيب لينا اللبن على هاد الشكل كنخليوه حتى كيبرد، حتى كتهبط هي لتحت، لان هي هذه هابطه لتحت. ومن بعد غادي نصفيو وغنحيد هذاك الماء الفوقاني، يعني داك الماء الفوقاني كيبقى غير الماء، وكيكون شي شويه ديال الكليله هي اللي كتكون يعني كاينه. ودابا غنخلي حتى يهبط الماء ديال اللي صفيت. ومن بعد عاوتاني غادي نحيد هذاك الماء نديرو في شي، يعني نديرو في سوبيره نخليه على الجانب. ومن بعد نصفيه، هادشي كيبغي يتصفى غير شويه بشويه. ما تقولوش راه دايره بزاف د الخدمه، راه ما كاينش بزاف د الخدمه، غير واحد شويه. نكونوا في المثل كنخدموا خدمه في الكوزينه وكنديروا هاد الخدمه هادي ماشي مشكله، غير كتصفيو وكتحطوه. صافي دابا انا خليته باش تهبط عاوتاني ديك الكليله مزيان. انا غادي نوريكم كيفاش دايره. شوف هانتو، شو كي دايره، راه دايره بحال، قلت لكم بحال السميده، راه رقيقه. انا دابا غادي نعاود نصفيه. بقاو معنا. كما قلت لكم المتتبعين ديالي، هذا الفيديو فيه فوائد كثيره، كما قلت لكم راه فيه بزاف ديال الحوايج مفيده. انا داكشي علاش درتو، باش تاخذوا بزاف ديال المعلومات من الباديه ومن قلب الباديه، يعني تاخذوا بزاف ديال المعلومات. هاد المعلومات راه ماشي ما كاينينش عند اي واحد صراحه، وما كاينش حتى في اليوتيوب، يعني هادشي راه يعني بصراحه تعطى ليا انا غير من الناس كما قلت لكم الكبار، ماشي غير يعني مشيت خديته من اليوتيوب ولا شي حاجه. راه الناس اللي هما تيديروا هاد الشيء في الباديه راه هما اللي عطاوني يعني عطاوني هاد المعلومات. صافي انا غادي حيدت هذاك الماء، انا رجعت تاني نصفي هذا. صافي انا الماء الاول حيدته، راه بقى ليا شي شويه في الزيت، شو باقي واحد شويه. دابا غنقادو الزيت مزيان على هذا الشكل هكا، ونبداو نخويو فيه نخوي فيه هاد الكليله. راه ملي كتكبوها كتبان لكم غير بحال، شتو ها هي دابا لتحت. الصراحه راه كاينه لتحت ها هي. علاش اللبن الصراحه ملي كيشيطو كيحماض، راه ما خصكمش تلوحوه. راه صافي ديروا به كما قلت لكم هذا الشيء. واللي ما عندوش الزبده البلديه باش يدير السمن ممكن ياكلو، راه كيتكال هو بعدا كما قلت لكم راه صحي. صافي غادي نجمعو مزيان على هذا الشكل، ونخليه يقطر مزيان على هذا الشكل هكا. وهاد الماء ديما نخليوه هكا. راه كانوا شحال هادي كانوا كيديروها كيعلقوها في الشجر. بالنسبه للباديه راه يعرفوا هاد الكليله، كانوا كيعلقوها في الشجر وكيخليوها حتى كتقطر على خاطرها. انا غادي نعصرها دابا على هاد الشكل هكا. صافي وغادي نخليها دابا ملي غنعصرها غادي نخليها تقريبا انا غادي نخليها واحد يعني واحد اليومين غنخليها تتنشف مزيان، مزيان تنشف. وغادي نحيد حتى اللي بقات ليا في الطنجره حتى هي غنزيدها هنايا. كلشي غادي نديرو هنايا، غير غنعصرها بعدا هادي ومن بعد نزيد كلشي. صافي. وانا ديك الساعه حيت واحد شويه اللي بغى ياكلو، يعني راه تجي زوينه، شتو راه دايره بحال الجبن الصراحه، ما شتو. ولكن الا راه عرفتي شنو، واحد المذاق فيها رائع رائع بزاف. والوليدات الصراحه راه كيحماقوا عليها. ها هي شتو، نحيد هادي حيت راه كيبغيوها ليا الوليدات. صافي وها الاخرى غادي نعاود نعصرها مزيان. هذه دابا تتعصرات واحد شويه، عاود عصرتها على هذا الشكل هكا. نعاود ثاني نعصرها مزيان على هذا الشكل باش تحيد منها داك الماء كله وتجيني ساهله دغيا باش تنشف على هذا الشكل.
انا دابا طولت معكم من المتتبعين ديالي غير باش تشوفوا المراحل كامله كيفاش يعني تديروا اي حاجه عطيتها لكم باش تصوبوها هكا حتى نعسر كل شيء. صافي ها هي بدات كتجمع مزيان. صافي من بعد صافي ما تجمعات وخليتها حتى نشفات كما قلت لكم. صافي وغادي دابا ها هي عندي راني درتها في الصينيه. من بعد ما نشفت ما بقاش فيها حتى نقطه د الماء، يعني ما بقاش فيها الماء. درتها في سميتو في هنا في هاد الصينيه كبيتها هنا. ها هي ولات بحال الدقيق شفتوها. صافي دابا غادي نمشيو هي باش غادي نصاوبو السمن. بالنسبه للسمن يعني هاد الزبده البلديه كنشدوها من هذه الملحه و3 المعالق ديال الملحه، وهنايا غادي يكون عندنا الكليله شحال ما بغينا هاد الكليله ماشي مشكل. بالنسبه للزبده راه كنغسلوها ملي كتكون في اللبن، كنغسلوها بالماء يعني غير الروبيني. نجمعوها ومن بعد كنلوحو ديك الماء يعني ديالها ماشي مشكل، هذيك ما كيكونش فيها الماء غير بحال اللي كنغسلوها ونخليوها تتقطر وصافي. وكنحطوها في يعني في جبانيه هنايا. وهنا دابا غادي نخدموا يعني السمن ديالنا. بالنسبه للسمن ساهل كما قلت لكم. السر ديالو هي هاد سميتو هي هاد الكليله، هذا هو السر ديالو. من بعد غادي نديروا الملحه، غنديروا 3 ديال المعالق هما هادو غادي نديروهم. هي 2 معالق كبار يكونوا عامرين مزيان. صافي وغادي هذه يعني تقريبا شي نص كيلو ديال الزبده اللي كاينه هنايا. وغادي نخلطو بحال هكا، نبقاو ندخلو الملحه بشويه بشويه بحال هاد الشكل بحال هكذا، ونبقاو ندخلو شويه بشويه الملحه. وهذيك يعني الكليله حتى هي تدخل. بالنسبه للكليله راه ممكن تخليوها حتى يعني تكرم تولي بحال الغبر قاصحه، وطحنوها كتولي بحال يعني بحال الغبره كتولي. راه حتى هي راه زوينه ممكن تحتفظوا بها فوق ما بغيتو تصوبوا السمن كتجبدوا واحد شويه. هي الاساس كتبقى حتى تولي بحال يعني بحال الخميره، دوك الحبيبات ديال الخميره بحال هكا كتولي. ومن بعد كنا نبقاو نستعملوها راه يعني دخلوا قلبوا على الكليله وغتشوفوا داكشي راه رائع زوين بزاف. صافي غادي كما قلت لكم غنخدم بهاد المعلقه. ومن بعد كيبان لي واقيلا خاصنا نديرو يدينا المتتبعين ياك السمنه كيبغي يليد شويه، ندخلو غير هاد شويه بالمعالق بعدا بالمعلقه ومن بعد نديرو يدينا باذن الله هكا. لان الصراحه انا راه ما كنعرفش نخدم بالمعلقه الا ما درتش الصراحه يديا راه ما كنخدمش. لان بعض الخطرات راه كاين شي حوايج اللي خصنا نخدموهم بيدينا ماشي بالمعلقه. وشي بعض الخطرات يقول لك لا ما دوك اللي يدينا راه اللي يديني الا ما كانوش اللي يديني ما شاء الله في الحوايج راه ما يمكنش. ضروري خصك تخدم هادشي، راه البلدي راه كيبغي ضروري تخدم يعني بيدين. صافي نحيد هادشي وغادي نخدم بيديا كما قلت لكم. هادشي اللي غندير راه ضروري كيكونوا يدينا مغسولين ونقيين وكل شيء. صافي دابا غادي نخدموا حيت اليدين كتبقى توركو كتدخلوا الملحه. كنبداو ندخلوا على هذا الشكل الملحه مزيان على هذا الشكل بحال هكا. بصراحه دابا السمن والحامض ممكن توجدوهم دابا لان ما شاء الله باذن الله الله يجيب ان شاء الله الرزق والتيسير مع رمضان. كيكون عندنا هادشي موجود دابا اللي خصنا نصوبوه. لان في رمضان كيكون عندنا بصراحه السمن انا نبغيه للحريره بزاف. كيكون ضروري خصو يكون في الحريره الا ما كانش الحريره شويه وخصوصا الحريرات اللي كديروا فيها السمن البلدي بحال هكا راه عطيره رائعه كتجي زوينه بزاف. وبالنسبه للحريره راه كاينه حتى هي في القناه غيدخلوا ان شاء الله راه غتلقاوها. كاينه طريقه سهله باش تصاوبوها دغيا كتوجد. يعني غير الا بغيتو اي حاجه غير دخلوا للقناه غتلقاو. داكشي كنحطوه بسيط في الصراحه راه كنحطوه بسيط وشي حوايج راه ما كيكونوش غاليين وممكن ناكلوهم. كاين شي حوايج اللي كنشوفهم في الزنقه كنقولوا نشريهم ممكن نشريو شويه 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 نخلطوا ونديروا سميتو نديروا داكشي اللي بغينا يعني ناكلوا داكشي. حيت دابا ولا كلشي غالي هذا هو اللي صعيب. صافي دابا ها هو دابا منين خلطته مزيان كتكون عندي القرعه مغسوله مزيان.
يعني مغسوله، تكون ناشفه معقمه كل شيء. وغادي نجيبها وغنبقى يعني ندير فيها هاد السمن هذا. ها هي القرعه، هي هذه كتكون ناشفه صافي. وغادي نبقى نحط السمن ديالي على هاد الشكل هكا. اللي ما ضروري غادي ندير شويه الملحه، راني نسيتها، غادي نرجع ندير الملحه. ندير شويه الملحه من التحت ديال القرعه بحال هكذايا، وحطوا فيه السمن. انا بصراحه كنت كنديرو في القله، ولكن واحد الوقيته درته في واحد القله وتقشرات مع هو السمن سخون، وتقشرت ليا القله من التحت، ولا داب فيها التراب، هذاك التراب ديالها داب ليا ماشي كاليتي مزيانه، وخسرت ليا السمن كله، خسراتو ليا. هذاك الشيء علاش ما بقيتش كندير كاع السمن في هذاك في القله. وليت دابا كنديرو في القرعه. ما عنديش القرعه بعدا، على الاقل كتعرفوا بان راه ما غاديش ما فيهاش هذيك الزليج اللي بحال الزليج، هذاك الشيء اللي كيدهنوا في القله لداخل كيحيد كيطير صافي. دابا غادي سميتو غادي نديرو هنا هاد القريعه، ونبقى يعني ندكسو بحال هكا لتحت كله بحال هكا. وما شاء الله راه الزبده البلديه تبارك الله زوينه بزاف. يعني الا بغيتو الزبده ضروري تشريو الحليب ومخدو راسكم، ما حيت دابا كاين الزبده ولكن ما كتعرفوش منين تشريوها ولا منين كتجيبوها. خصوصا هنايا الصراحه كاين الحليب ما شاء الله. المنطقه ديال فاس والنواحي وداكشي كاين الحليب. راه ممكن الواحد يطلع غير يموزار وداكشي، راه كيكون الحليب تما في الطريق كيكون بزاف. يعني ممكن تجيبوا الحليب لراسكم وتصوبوه لراسكم. الناس اللي كيكونوا في هنا في مكنا في فاس وهاد النواحي صافي. وحتى في كازا بصراحه كان كتجيب واحد السيده كنت كناخذو من عندها، خصوصا حدا يعني سميتو السيد معروف. راه تما كاين السويقه تما بصراحه فيها الناس اللي كيكونوا تما اللي ساكنين تما صافي. هذا هو السمن شو صافي، راه هو السمن ديالنا موجود. دابا غادي نسدوه، غندير ليه السلوفان وغنسد عليه وغادي نخليه على الجانب صافي، وغادي نغطيه صافي. دابا انا درتو فهاد القريعه كما قلت لكم، وغادي نمشي ناخذ السلوفان وغادي نسد عليه، يعني نسد عليه مزيان باش ما يدخلش ليا فيه الهواء. ومن بعد غادي يعني اما ديروه في شي الا عندكم شي منديل اولا كحل تلويوه ليه وتخليوه في شي بلاصه مظلمه. هو كيبغي هكا هاد يعني هاد الظلمه هكا كيطلع مزيان صافي. وغادي ندير ليه دابا السلوفان نتوما غتشوفوا، وغادي نلوي عليه مزيان. ومن بعد غنسد عليه بحال هكا. شي حاجه يعني طبيعيه وصوبتوها بيديكم كتجي زوينه بزاف وكتجي رائعه. يعني صافي هذا دابا غنحافظ عليه انا حيت ديجا عندي واحد اخر، راني ديجا عندي باش كنقضي. دابا هذا بوحدو يعني غنخليه حتى يولي حرار. وفين ما بانت ليا الزبده كنصوبها بصراحه السمن كتجي زوينه بزاف. هذا هو الفيديو ديالنا المتتبعين ديالي. نتمنى ان شاء الله يكون نال الاعجاب ديالكم وعجبكم هادشي اللي زعما اللي تشاركنا دابا. ونتمنى ان شاء الله مزيد ان شاء الله في الى عجبكم الباديه قولوا لي ان شاء الله ندير لكم الفلوغات في الباديه. وان شاء الله مازال من كيسخن الحال كتكون الدنيا زوينه بزاف، وكيكون ممكن يعني ما كيكونش البرد، كيكون في العشيه كيكون هكا يعني الاجواء زوينه في العشيه كنفرشوا كتكون الكرمه كيكون بزاف ديال الحوايج زوينه. مازال ان شاء الله المزيد في القناه، وكاين ان شاء الله يعني الوجبات اللي غادي نصوبوا ان شاء الله بسيطه وكتكون غاليه برا ممكن نصوبوها في الدار. ان شاء الله غير بقاو معنا بارخص ثمن باذن الله. نتمنى ان شاء الله كما قلت لكم الى عجبكم المحتوى ديروا اشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي حاجه جديده. وان شاء الله الى عجبكم هذا الفيديو ديروا جيم باذن الله، ونشوفكم. ومازال ان شاء الله غير كما قلت لكم غير نكمل الشروط ديالي ان شاء الله غادي نبان لكم مباشره وغادي نهضر معكم ان شاء الله باذن الله. غير بقاو معنا. نشوفكم على خير ونخليكم مع الاجواء ديال الباديه، ومع السلامه.